من أكتر من 30 ألف سنة النياندرتال اللي تلقبوا برجال الثلج عشان كانوا عايشين وسط البرد القارس كانوا بيختفوا تدريجياً من على وش الأرض، بينما هومو سابينس اللي هم الإنسان العاقل كانوا بيسيطروا. ورغم إن النياندرتال كانوا شبهنا بس كانوا أصغر وحجمهم متكيف أكتر مع الصيد والخطر. في الوقت ده في سيبيريا المتجمدة كان في واحد من النياندرتال اسمه خرج يصطاد مع صاحبه بور. بعد مطاردة طويلة قدروا يوقعوا غزالة وسحبوها على مزلجة خشب عشان يرجعوا بيها للكهف بتاعهم. أول ما وصل لقى مراته لسه والدة بنتهم اللي سموها نيا. فرح بيها قوي وحس إنها الوريثة اللي هتكمل مكانه. القبيلة كلها احتفلت بالمولود الجديدة والغنيمة وناموا في أمان. لكن في نص الليل صحيوا على صوت صريخ. وبور جريوا بسرعة ولقوا واحد من المحاربين مقتول بطريقة بشعة. ساعتها عرفوا إن الوحش اللي كانوا بيتكلموا عنه رجع تاني. خاف على بنته الصغيرة وقرر يصطاد الوحش ده ويقضي عليه، وصاحبه بور كان معاه. خلال رحلتهم لقوا أثار أقدام ضخمة لدرجة إن بور خاف جدا لأنه كان اتعرض لهجوم من الوحش ده قبل كده وعينه التانية اتصابت. بعد أيام من البحث لقوا الوحش اللي طلع دب قطبي ضخم. بور حاول يستدرج الدب لكن الدب كان أقوى وطرحه على الأرض وفقد وعيه. اضطر يواجه الدب لوحده، وفي المعركة الدب عضه من رقبته، لكن استغل اللحظة وضربه بسلاحه بكل قوته. بعد معركة طويلة الدب وقع ومات. بعدها بساعات فاق من الإغماء ولقى نفسه مدفون تحت جثة الدب اللي حرارتها كانت السبب الوحيد اللي حماه من البرد. لكن للأسف بور ما قدرش ينجو. سابه وهو حزين وشال جثة الدب ورجع بيها للكهف. دخل الكهف وهو متشوق يشوف مراته وبنته، بس محدش أخد باله إنه جه. في 2 رجالة كانوا بيراقبوا من بعيد وماشيين وراه لحد ما دخل الكهف. ولما دخل الصدمة وقعت عليه، لقى كل اللي جواه مقتولين واحد ورا التاني، ومن ضمنهم للأسف مراته يونغ وبنته نيا. حس وقتها إن البشر هم اللي عملوا كده، واتأكد أكتر لما لقى الاتنين اللي كانوا بيراقبوه بيجموا عليه جوه الكهف عشان يقتلوه. بدأت معركة شرسة جدا بينهم، ورغم إنه بيقاتل لوحده تماما قدر يهزمهم في الآخر، وكان على وشك إنه يقتل واحد منهم بالخنجر، لكن في آخر لحظة وقف إيده، مش عايز يشوف روح تانية بتطلع قدامه، وسابهم يهربوا. دلوقتي بقى الناجي الوحيد من قبيلته كلها. قعد وسط التلج وقلبه مليان حزن وهو بيفكر في مراته وبنته وأصحابه اللي ماتوا. بيفكر قد إيه الحياة كانت أبسط وأجمل وهو طفل صغير بريء ولسه ما شافش قساوة الدنيا. المشهد رجع بينا 25 سنة لورا، وقت ما وأخوه التوأم يو كانوا لسه صغيرين وبيلعبوا قدام البحر. فجأة سمعوا صوت غريب جاي من جوه الغابة. مشيوا ورا الصوت ده ولقوا جثة نايمة على الأرض لابسة ناي مميز شكله غالي. عجبته الأداة دي وقرر ياخدها لأبوه زعيم القبيلة اللي كان مريض وعلى آخر أيامه بنفس المرض الغريب اللي كان بينتشر. حاول يهون عليه الألم بعزف بسيط على الناي اللي لسه واخده. رجعنا تاني للحاضر، ماشي وسط التلج الكثيف وعمال يفكر في ذكرياته. شاف قطيع ذئاب بيراقبوا من بعيد، بس ما خافش وقلد صوتهم بعواء شبههم بالظبط لحد ما بعدهم عنه. لكن التعب والحزن كانوا أقوى منه، وفي لحظة فقد توازنه ووقع مغمى عليه على التلج البارد. في اللحظة دي رجعت له ذكرى قديمة، أول مرة شاف فيها بشر مختلفين. لما المرض انتشر في المستعمرة قرروا يعملوا مقايضة بأسلحة وأكل وحتى بعض الأطفال عشان يحافظوا على الباقي. كان واحد من اللي اتبدلوا وقتها، وده خلاه يتفصل بالعافية عن أخوه يو، وقبل ما يتفرقوا يو اداله الناي بتاعه بسرعة كأنه رابط أخير بينهم. ومن اليوم ده الأخين اتفرقوا نهائي. عاش بعيد وهناك اتعرف على بور اللي لقى فيه الصديق الحقيقي وبقوا زي الإخوات. دلوقتي وبعد ما خسر كل حاجة قرر يرجع لمكان قبيلته القديمة على أمل إنه يلاقي أخوه المفقود. مشي أيام وليالي وسط البرد والجليد لحد ما وصل لشمال أوروبا. هناك الجو كان دافي نسبيا وقرر يقعد يتدفى قدام النار. فجأة اتفاجئ بقطيع طيران ضخم بيجري في اتجاهه زي الإعصار. اتشعلق بسرعة على شجرة عالية وهرب في آخر لحظة، لكن بدل ما يخاف وقف يتفرج وهو منبهر بجمال الطبيعة والكائنات الضخمة دي. تاني يوم دخل الغابة وهو متحمس وبدأ يصطاد خنزير، وبيجروا ورا خنزير بري. رجليه اتزحلقت ووقع في حفرة عميقة. بعد شوية لقى نفسه محاط بقبيلة من البشر. مسكوه وشدوه جوه وحبسوه في قريتهم. أهل القرية كانوا بيبصوله باستغراب شديد بسبب ملامحه الغليظة ووشه المليان شعر.
حاول يفهمهم إنه جاي بسلام ومش عايز أي شر، بس معرفش يوصل كلامه لأن لغتهم كانت مختلفة تماما. عشان كده أخدوه ورموه في الزنزانة. هناك لقى 2 محبوسين معاه من قبيلة تانية. بعد ساعات شافوا واحد من اللي كانوا معاه بيتاخد قدام الزعيم أجوك علشان يضحوا بيه. مراته أكي فضلت تصرخ وتعيط بس محدش سمعها. أجبروها كمان إنها تشوف جوزها وهو بيموت قدام عينيها. لما شاف المنظر ده الرعب دخل قلبه، وحس إن الناس اللي حاطين ألوان على وشوشهم دول مش بني آدمين، دول وحوش متعطشة للدم. بعد التضحية أجوك راح لزنزانة وبدأ يلون وشه بالألوان وكأنه بيعرض عليه ينضم ليهم ويبقى واحد من القبيلة، بس رفض بكل قوة. الرفض ده خلى أجوك يحس بالإهانة وقرر إنه لازم يقتله. استوعب إنه لازم يهرب من المكان ده بأسرع وقت، ففكر في خطة. فجأة عينه وقعت على عش نحل متعلق بين الشجر. غطى جسمه كله بالطين عشان يحمي نفسه من لسعات النحل، ومسك عصايته ودري في اتجاه العش. أول ما وصل وقع العش من فوق الشجرة. العش اتكسر والنحل طار في كل حتة وهاجم أي حد يقرب منه. مسك العش بإيده وجري بيه وسط القرية وهو مش خايف لأنه متغطي بالطين ومحصن نفسه من أي لسعات. في اللحظة دي كل أفراد القبيلة ومن ضمنهم أجوك بدأوا يصرخوا ويجروا في كل اتجاه وبيحاولوا يهربوا من النحل. وبيستغل الفرصة دي بسرعة ويهرب ناحية الغابة. وفي وسط الفوضى أكي هي كمان استغلت اللحظة وهربت ورا وفضلت ماشية وراه من بعيد. بعد شوية وصل لبحيرة وبدأ يغسل جسمه من الطين. بعد كده فضل يدور على مكان آمن يقضي فيه الليل لحد ما لقى كهف واسع فيه خفافيش كتير. بس هو ما خافش لأن علاقته بالطبيعة قوية وبيعتبر نفسه جزء منها. وولع نار عشان يتدفى ويحاول ينام. في الوقت ده أكي دخلت الكهف بهدوء ونامت في ناحية تانية بعيد عن بعد شوية صحي على صوت صريخ عالي جدا. قام بسرعة لقى أكي في حالة تعب شديد وبتولد. المنظر ده فكره باللي حصل مع نية، وحس إنه بيعيد المشهد من أول وجديد، وشاف لحظة ميلاد طفلة جديدة. بعد الولادة الأم سمت بنتها وعنة، ورغم إنهم مش فاهمين لغة بعض حاول يساعدها وجاب خشب وولع نار عشان يدفيهم، وبعدين طلع يصطاد بط عشان يأكلهم. لكن أكي بصت له بخوف وقلق وبعدته عنها وصرخت فيه إنه يسيبها هي وبنتها في أمان. بالليل استغل إن البنت نايمة وأخد وعنة بهدوء وخرج بيها من الكهف. كان جواه إحساس غريب إن وعنة دي مش مجرد طفلة، دي بنته اللي رجعت من جديد للحياة، وقرر إنه يعمل المستحيل المرة دي عشان يحميها وما يخسرهاش زي ما حصل قبل كده. لكن لما أكي صحيت الصبح واكتشفت إن بنتها مش جنبها اتعصبت بشكل جنوني. مسكت الرمح وقررت تروح تواجه بنفسها. ولما وصلت لقت قاعد وسط الغابة مع وعنة ومرتاح وبيطمنها. في البداية فكرت تهجم عليه، لكن فجأة سمعت صوت بنتها وهي بتعيط. اتفاجئت لما شافت بيقرب من الطفلة وبيحضنها بحنان لحد ما خلاها تهدى تماما. ورغم إنها شافت بنفسها إزاي حمى بنتها لسه ما كانتش واثقة فيه. فجأة هجمت عليه بكل قوتها وغرزت الرمح ناحيته، لكن نجا في آخر لحظة وتفادى الضربة بخطوة سريعة لورا. بعدها أكي أخدت بنتها في حضنها وحاولت تجري بيها، لكن في اللحظة دي ظهر مجموعة من الناس بوشوش ملونة جايين مخصوص يدوروا عليها عشان يرجعوها للقبيلة. أكي حاولت تدافع عن نفسها ومسكت الرمح ووقفت في وشهم بكل شجاعة، لكن واحدة من الستات سبقتها وضربتها بقوة وغرزت فيها الرمح وخلتها تقع على الأرض وتفقد الوعي. في نفس الوقت ظهر واحد من رجالة القبيلة التانية وواجه الراجل هجم عليه بالرمح، لكن أثبت إنه محارب متمرس، تفادى الضربات بمهارة واستغل أول فرصة عشان ينتزع الرمح من خصمه وبضربة واحدة قوية على راسه وقعه فاقد الوعي. بعدها لمح الست اللي هجمت على أكي وهي بتحاول تشيل وعنة وتبعدها، فاندفع عليها بسرعة وضربها وأنقذ الطفلة من إيديها. فجأة ظهر أجوك ومسك رمحه وحدفه ناحية لكن رفع دراعه وصد الضربة بسهولة وكأنها ما أثرتش فيه. ساعتها أجوك نفسه نط عليه وبدأ يضرب فيه بعنف، كان بيحاول يرد الضربات ويدافع عن نفسه. الاتنين وقفوا يصرخوا في بعض بصوت عالي جدا زي الحيوانات البرية عشان يثبتوا مين الأقوى. في النهاية أجوك خسر وحس إنه مش قادر يكمل قدام قوة فسحب رجالته ورجع بيهم للقرية وهو مهزوم. بعد المعركة أخد وعنة في حضنه ورجعها لأمها. لما أكي فاقت من الغيبوبة ولقت بنتها في أمان بصت له بنظرة مختلفة وهمست له كلمة شكر على مساعدته ليها، لكن وعنة فضلت تعيط بشكل جنوني. حاول يتواصل مع أكي بلغة الإشارة ووضح لها إن البنت جعانة وعايزة ترضع. ولما الأم رضعت بنتها أخيرا الطفلة هديت ونامت في سلام.
ورغم إن أكي لسه ما عندهاش ثقة كاملة في أوه، قررت إنها تمشي معاه في الرحلة، وحست إن ده الحل الوحيد عشان تلاقي مكان آمن تربي فيه بنتها بعيد عن الخطر. وهما ماشيين مع بعض، أوه وقف فجأة وبص حواليه في صمت. أكي استغربت وسألته بيبص على إيه، لكن أوه كان بيفكر في حاجة تانية مختلفة تماماً. كان فاكر المكان ده كويس جداً. هنا بالظبط كانت آخر مرة شاف فيها أخوه يو وهم صغيرين، كانوا بيلعبوا على الشجرة وهو بيخبط عليها بالعصاية كأنه بيعزف على الطبلة. وهم بيكملوا رحلتهم، أوه بدأ يحس بتعب شديد. نزيف من مناخيره، صداع مؤلم، وكحة مستمرة. كل دي علامات أكدت لأوه إنه اتصاب بنفس المرض اللي قتل أبوه من سنين. ورغم كده عزيمته فضلت قوية وما استسلمش. الأمل الوحيد عنده هو إنه يوصل لأخوه. الأيام عدت وأوه وآكي كملوا رحلة مع بعض لحد ما وصلوا لشجرة كبيرة وقع على الأرض. هنا تعب أوه زاد ووشه بان عليه الإجهاد. آكي بصت له وفهمت إنه مش قادر، فقررت تاخد بنتالا وتكمل باقي الطريق لوحدها. وهم بيعدوا بحيرة، أوه حس بصداع أقوى من المرة اللي فاتت ووقع على الأرض. آكي وقفت لحظة محتارة وبعدين أخدت رمحها وحضنت بنتها ومشيت بعيد. لكن وهي ماشية بصت وراها ولقيته مرمي على الأرض وشكله محطم وتعبان. في المشهد اللي بعد كده بنشوف آكي وهي شايلة أوه على ظهرها. رغم وزنه التقيل فضلت ماشية بيها في الغابة بخطوات ثابتة ومش راضية تسيبه. بعد شوية لمحت المعسكر القديم لقبيلتها. المكان كان عبارة عن خراب، أكواخ متكسرة والأرض متبهدلة. استرجعت ذكريات مؤلمة ليوم هجوم آجوك ورجالته على قبيلتها وقتلهم لأغلب الناس. ورغم قسوة الذكرى، آكي قررت ترتاح في المكان ده. ولعت نار واستخدمت أعشاب لقيتها في الغابة عشان تعالج جروح أوه وتخفف مرضه. الأيام عدت ومع رعاية آكي، أوه بدأ يتحسن ببطء ويستعيد قوته لحد ما قام على رجله تاني. خلال الفترة دي آكي كانت هي المسؤولة عن الصيد وجمع الأكل. أوه لاحظ مجهودها وبدأ قلبه يميل ليها أكتر. لما أوه خف تماماً، آكي ورته الأعشاب اللي استخدمتها في علاجه. بص فيها بعناية وفهم إنها المفتاح عشان ينقذ قبيلته من المرض. حلمه اشتعل من جديد، لازم يرجع لأخوه ويساعد باقي الناس. في ليلة هادية وهم قاعدين قدام النار، سمعوا صوت أحجار بتتدحرج من فوق التل. قاموا بسرعة ولقوا آجوك ورجالته واقفين مستنينهم. من غير تردد آكي مسكت الرمح وهاجمت واحد منهم وقتلته. لكن آجوك ورجالته ردوا بهدوم أعنف. الضغط ده أجبر أوه وآكي إنهم يخبوا الطفل وحنه في كهف قريب قبل ما الأشرار يوصلوا لهم. الرجال آجوك جريوا وراهم وصوت بكائه عنه كشف مكانهم. آجوك دخل النفق. أوه أخد البلطو الفرو اللي صنعه من جلد الدب وولع فيه نار ورماه على آجوك في الممر الضيق. النار رعبته وخلته يتراجع وينسحب مع رجالته. بعد ما هربوا من الخطر، أوه وآكي استكشفوا باقي الكهف. جوه لقوا رسومات غريبة على الجدران. في الأول أوه خاف، لكن لما بص فيها كويس فهم إنها رسومات قديمة عملتها قبيلته. آكي وضحت له إزاي الرسومات دي بتتعمل. لقت ألوان طبيعية على الأرض ودهنت إيديها بيها وضغطتها على الجدران وابتسمت. خلت أوه يعمل نفس الحركة، وبكده سابوا أثر إيديهم جنب بعض كعلامة على مرورهم. التجربة دي قربتهم من بعض أكتر من أي وقت فات، وآكي بدأت تحس إنها ممكن تثق في أوه فعلا. الأيام عدت وهم لسه بيكملوا رحلتهم مع بعض. أخيراً خرجوا من الكهف لنور الظهر. خلال الرحلة دي آكي اتعلمت إزاي تتواصل مع أوه أحسن، وفي المقابل هي علمته مهارة جديدة، إزاي يرمي الرمح من مسافات بعيدة. وأوه أتقن الرمي في وقت قصير. بعدها كملوا رحلتهم. وصلوا لمنطقة شبه أوروبية، بس كانت فاضية من أي حيوانات. ده خلاهم يعتمدوا على النباتات والبذور بس عشان ياكلوا. في يوم لقوا كهف جديد، وجواه اكتشفوا عظم حيوانات ضخمة كانت موجودة من آلاف السنين. والأهم من كده إن أوه لقى آثار بتدل على إن قبيلته عدت من هنا قبل كده. وهو بيستكشف الكهف اتصدم بمنظر أكوام جماجم في كل حتة. اتجمد للحظة وبعدين استوعب إن دي جماجم من قبيلته. جمعهم كلهم في مكان واحد وعمل لهم عزاء بسيط وصامت كنوع من الوداع. بعدها راح يتكلم مع آكي، بس فجأة حد ضربه بحجر على راسه وخلاه يفقد الوعي. اللي ضربه كان واحد ملامحه شبه آكي وبيتكلم نفس لغتها. الراجل ده راح بسرعة وبلغ قبيلته باللي حصل. القبيلة كلها جت تشوف الدخلاء، ولما لقوا آكي وعنه فرحوا إن في حد من نفس فصيلتهم،
لكن في المقابل رفضوا وجود أو لأنه من فصيلة تانية. زعيم القبيلة هدده إنه هيطعنه بالرمح لو ممشيش، لكن أو بهدوء أخد الرمح من إيده وكسره نصين وقال له إنه جاي بسلام، بس القبيلة فضلت رفضاه وبدأت ترميه بالطوب. الموقف وصل لذروته وأكي وقفت قدامه وبصت في عينه وقالت له يمشي. استسلم وخرج من الكهف. في نص الليل ولع نار صغيرة وقعد يتأمل فيها، وذكريات أخوه يو رجعت تملى باله. الصور دي شجعه يكمل رحلته لوحده. قبل ما يمشي رمى البلطو الفرو بتاعه من فوق الكهف ووصل لأكي اللي استخدمته السرير دافي لبنتها. تاني يوم الصبح أو خرج يصطاد، وفجأة لقى أكي قدامه. كان زعلان منها لأنها خلته يمشي، بس عشان تعتذر ادت له عنوه وشالها وكأنها بنتها، وبالحركة دي اتصالحوا وكملوا رحلتهم مع بعض، وهدفهم واضح: يوصلوا لأخوه يو وقبيلة أو. في النهاية وصلوا لغابة محروقة أشجارها سودة. فجأة مروا قدامهم قطيع خيول برية، والمشهد ده كان ساحر ومدهش. لكن أكي كانت مرهقة من قلة الأكل ومش قادرة توفر لبنتها حاجة. وقتها أو طلع يصطاد، لكن بدل ما يصطاد فريسة لقى الخيول بتقرب منه. بفضل تواصله مع الطبيعة قدر يهديهم وخلى أكي تشرب من لبن واحدة منهم. بعد ما خلصوا شكر الحصان وسابه يمشي. الموقف ده خلى أكي تبص لأو بنظرة مختلفة، وحست بإعجاب أعمق وشافت إنه يستحق يكون أب لوعنه. بعد ما ارتاحوا كملوا في طريقهم ووصلوا أخيراً للمكان اللي كانت قبيلة أو عايشة فيه. الحماس زاد عنده ونادى بصوت عالي على أخوه. في المقابل سمع صوت زي صوت الطبلة، فافتكر إن ده أخوه بيرد عليه. جري ناحية الكهف، لكن لقى جلد ماعز متعلق على خشبة. ولما مشي شوية لقى جثة يو وبيعيط لما بيكتشف إنه مات، وده لأن أخوه كان آخر حد باقي ليه من عيلته، وطلع كمان آخر حد باقي من القبيلة كلها. لما شاف ده وقف عند طرف الجبل وعزف على الناي للمرة الأخيرة، وكأن بيودع كل الناس اللي خسرها، وبعدين رمى الناي من فوق الجبل. دلوقتي بعد ما أخوه مات فقد الأمل إنه يلاقي أي حد من القبيلة عايش. فكر لحظة إنه ينط من فوق الجبل ويخلص، بس وقتها أكي جت وزعقت فيه. أو كان في صراع مع نفسه، لكن في آخر لحظة غير رأيه وقرر يرجع. بس فجأة طرف الجبل اتكسر بيه ووقع. أو اتزحلق معاه وأكي صرخت من الخوف، لكن لحسن الحظ أو كان متعلق في طرف الجبل ورجع يطلع تاني وحضن وعنه. ورغم إنه خسر قبيلته وأهله، استوعب إن عنده فرصة يبدأ حياة جديدة مع مراته وبنته. بعد 4 سنين أو بيكون بيتمشى وعنه على كتافه، وأكي ماشية جنبه وهي حامل في ابنهم. العيلة قررت تعيش بعيد عن القبائل لأنهم كانوا خايفين إن محدش يقبلهم زي ما حصل زمان، بس عاشوا وسط الجبال وهم مبسوطين جدا. وعنه كبرت مع باباها وأمها. في يوم وهم قاعدين عند البحيرة وعنه كانت بتولع نار، وأكي ندهتها هي وأو عشان يسمعوا دقات قلب الطفل اللي في بطنها. أو كان مبسوط إنه آخر شخص عايش من قبيلته، بس دم قبيلته هيفضل يجري في عروقه، ابنه. بعد قرون كتير فضل اختفاء قبيلته دي سر، ووسط كل فصائل البشر هومو سابينس هم الوحيدين اللي قدروا ينجوا. لكن نياندرثال قدر يسيب علامته في التاريخ، والبشر هيفضلوا مكملين في المعاناة الأبدية دي.